وفاة الفنان لطفي لبيب إثر تدهور حالته الصحية. ونقل الفنان الراحل لطفي لبيب خلال الأيام الماضية إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة. ويتمتع الفنان لطفي لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام في عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة، عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلي وقدمها بشكل محترف للغاية. كما عمل مع مي عز الدين وحسن حسنة ومحمد سعد وأحمد مكي ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم. قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائي وأكثر من 30 عملاً درامياً، وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلي علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.